يسعى سوروت للحصول على تمويل لجعل ريش الدجاج مسحوقا يحوله إلى شريحة لحم أو قطعة دجاج. كان هذا الريش يوما على أجنحتها. أنا سوراووت صاحب مشروع تحويل ريش الدجاج إلى مصدر بروتين وطعام صالح للأكل للإنسان ومنخفض الدهون أيضا. سوراووت يعتقد أن أوروبا تلقي أكثر من 2 طن من الريش كل عام، كما يمكن أن نستفيد مما ينجو من ريش الدجاج في آسيا. لماذا لا نتوقف عن النظر فقط إلى الجانب المادي للريش؟ لماذا لا نتحول إلى التفكير في الجزء الكيميائي منه بدلا من ذلك؟ يحتوي ريش الدجاج على البروتين، وإذا تمكنا من تقديمه للآخرين في العالم فإن استهلاكه سيساعد في تقليل النفايات من ريش الدجاج الذي نرميه كل يوم. تحويل الريش إلى مسحوق يمكن تحويله إلى مصدر غني بالبروتينات وصالح للأكل، فكرة لا تزال بحاجة إلى مراحل من البحث والتطوير، لكن النماذج الأولية مع شيء من التزيين حظيت بتعليقات إيجابية من بعض المتخصصين. في البداية فوجئت بإمكانية تحويل ريش الدجاج إلى غذاء يصلح لأن يكون طعاما للناس، ولكن بعد أن تذوقته أدركت أنه صالح للأكل بالفعل. أعتقد أنه من المحتمل أن يصبح مصدرا بديلا للغذاء في المستقبل. لا يمكن تصنيف أطعمته القائمة على الريش على أنها نباتية، لكنه يعتقد أنها طعام أخلاقي. هذه الأطباق مصنوعة من نفايات الدواجن، لا تندرج تحت فئة طعام نباتي، لكنني أعتبرها طعاما أخلاقيا، إذ يجب أن يتم استقبالها جيدا من قبل المطاعم التي تهتم بالبيئة. قد يكون شيئا مثيرا لبعض الناس تخيله أو تجريبه، ولكنها بكل تأكيد مفاجأة: إمكانية تحويل ريش الدجاج إلى غذاء بشري.